ويلا بينا نكمل الجزء التاني من سلسلة الفلوس. مستعد يكتشف معايا انك على طول ماسك الفلوس بتصرفها بس ما فكرتش تاخد بالك ايه اللي مرسوم عليها؟ ويلا نبدأ ونفهم سوا حكاية كل ورقة في ايدينا. احنا عارفين ان ال20 جنيه في منها نسختين، في ال20 جنيه القديمة والجديدة هنلاقي عليها مسجد محمد علي، وده واحد من اشهر المعالم الاسلامية في القاهرة، والمسجد ده موجود جوه قلعة صلاح الدين الايوبي، بناه محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. على فكرة المسجد ده معروف باسم مسجد الألاباستر علشان يستخدموا رخام الألاباستر الأبيض في تزيينه، وتصمم على الطراز العثماني. مسجد محمد علي بيشبه جامع السلطان أحمد في اسطنبول، وهتلاقي جوه المسجد قبر محمد علي باشا نفسه معمول من الرخام، وبتزوره ناس كتير جدا. ولو رحت القلعة لازم تزور المسجد. وفي الناحية التانية من ال20 جنيه القديمة هنلاقي رموز فرعونية، وهتلاقي العجلة الحربية، وده بيرمز لانتصارات الملوك في المعارك، وغالبا كده مأخوذة من معركة قادش في عهد رمسيس الثاني. والنقوش اللي تحت دي من معبد الكرنك للملك سونسرت الأول، وده أحد ملوك الدولة الوسطى، وهو بيقدم القرابين للإله أمون. وفي ال20 جنيه الجديدة هنلاقي الملكة كليوباترا وهرم خوفو والعجلة الحربية. وندخل على ال50 جنيه هنلاقي عليها مسجد أبو حريبة أو مسجد ققماس الإسحاقي، هو في الدرب الأحمر وطرازه من الطراز المماليك. المسجد في الأصل اسمه مسجد ققماس الإسحاقي نسبة إلى الأمير سيف الدين ققماس الإسحاقي، وده أحد أمراء المماليك، بس اللي اتدفن في المسجد أحد أولياء الله الصالحين الشيخ أحمد الشنتناوي الشهير بأبو حربية. واشتهر الجامع في العامة باسم جامع أبو حريبة، ويعتبر من أشهر المساجد الهامة اللي اتبنت في عصر قايتباي. ومسجد أبو حريبة ده مسجد معلق. يعني إيه معلق؟ هقولك أنا يعني إيه معلق. يعني مش بتدخله من الشارع على طول، لازم تطلع له سلالم، وبيكون تحته محلات، وكانوا بيستغلوا الدور اللي تحت في التجارة، وده كان نظام مشهور أيام المماليك علشان يمولوا صيانة الجامع. والناحية التانية هنلاقي معبد إدفو، ده تاني أكبر معبد قديم بعد معبد الكرنك، وده موجود في مدينة إدفو. بناه البطالمة على نفس طريقة الفراعنة، واتبنى في حوالي 180 سنة. وجدران المعبد بتحكي أسطورة الصراع بين حورس وست. الإله حورس اللي اتكرس له المعبد كان بيظهر في هيئة صقر، وده بيمثل القوة والحماية والانتصار. وهتلاقي تمثال صقر واقف قدام بوابة المعبد، وده بيمثل حضور حورس بنفسه. وفي ال100 جنيه هنلاقي مسجد السلطان حسن، اتبنى في القرن ال14 في عهد السلطان حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون، موجود في منطقة القلعة. والمسجد كمان مدرسة دينية لتعليم المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. تصميم المسجد عبارة عن ساحة كبيرة و4 إيوانات. يعني إيه بقى إيوانات؟ دي عبارة عن أوضة فيها سقف و3 حيطان، والحيطة الرابعة مفتوحة على الساحة، وكل إيوان منهم لتدريس مذهب من المذاهب الأربعة، واتبنى على طراز المماليك. والمأذنة بتاعته كانت أطول مأذنة في القاهرة وقت بنائه في القرن ال14، كانت حوالي 81 متر. وفي الناحية التانية من 100 جنيه هنلاقي أبو الهول، وكلنا عارفين إن راسه راس إنسان وجسمه جسم أسد. جسم الأسد بيرمز للقوة، والرأس البشرية للعقل والحكمة، فكان رمز للحماية والسيطرة. وفي ال200 جنيه هنلاقي مسجد قانيباي الرماح، وهنا المسجد اسمه غريب شوية. اللي بناه قانيباي الرماح، وهو أحد مماليك السلطان قايتباي اللي كان مسؤول عن تدريب الفرسان والرماة، واتلقب بالرماح. واتبنى في عهد السلطان قنصوة الغوري، والمسجد موجود في ميدان صلاح الدين، وده من أواخر الجوامع المملوكية اللي اتبنت في مصر. في الناحية التانية هنلاقي صورة الكاتب المصري القديم. الكاتب في مصر القديمة كان واحد من أهم وأعلى الوظائف في الدولة، مش علشان بيعرف يقرأ ويكتب بس، عشان هو المسؤول عن تسجيل كل حاجة زي الضرايب والقوانين والمعاملات والرسائل الملكية. مكانة الكاتب كانت كبيرة جدا، وكان دايما قريب من الملوك والحكام. بعد الفيديو ده تفتكر ان انت كنت عارف كل حاجة عن الفلوس اللي في جيبك؟ اكيد بعد الفيديو ده عرفت كل حاجة عن الفلوس. لو عندك حد لسه بيتلخبط في الفلوس ابعت له الفيديو ده، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستناني في الحلقة الجاية عشان التاريخ عمره ما بيخلص.